ازيكم، اخباركم ايه؟ النهارده هنبدأ حلقات مميزة جدا بخصوص البشرة. يلا بينا نبتدي. النهارده هنتكلم عن الآلة دي وازاي بنستخدمها ومين الناس اللي المفروض يستخدموها وليه احنا اساسا بنستخدمها. يلا بينا. اول حاجة هنلم مع بعض الشعر، تمام، عشان نعرف نتعامل مع البشرة. تاني حاجة هنعملها واحنا هنغسل بشرتنا كويس جدا بالغسول الخاص بينا، وعلى حسب طبعا نوع البشرة بتاعتنا. يلا بينا. بعد ما غسلنا وشنا كويس جدا، نضفناه كويس جدا بالغسول بتاعنا، هنجيب حتة قطنة ونجيب الميسلر ووتر، هننضف برضو بشرتنا بعمق مرة تانية. هننضف البشرة كويس جدا. تمام كده، تمام. بيبقى شكلها عامل كده. اهم حاجة عندنا في الخطوات دي يعني التعقيم التمام، اللي هو احنا هنرش عليها كحول. بصوا كده، بس كده نسيبه ينشف شوية ونبتدي. الناس اللي مش بتستحمل الدبابيس اللي زي كده يا شباب، ممكن تحط مخدر قبل ما تستخدم، بس اهم حاجة تمسحه قبل ما تستخدم دي. يعني نحط المخدر ونستنى مثلا 10 دقايق او ربع ساعة، بعد كده نستخدم دي، بس نمسحه قبل ما نستخدمها. كده انا نشت معايا كويس جدا. هنبتدي بقى. هنبتدي ازاي؟ اول حاجة هنطلع من فوق لتحت اهو كده. مش هندوس جامد طبعا، بس هندوس حاجة بسيطة جدا. يعني ممكن على المنطقة الواحدة هنعدي مثلا 5-6 مرات. تمام. طيب احنا بنستخدمها، هنتكلم شوية على امتى الشخص يستخدمها. لما تبقى فيه اثار حبوب زي كده، دي مش حبوب، دي اثار حبوب. لما يبقى فيه تصبغات مثلا في البشرة، يبقى عندك كلف او تصبغات كتير مثلا، بس مش كتير لدرجة ان هي تحتاج علاج، يعني تصبغات متوسطة. شايفين اهو ابتدت تحمر شوية. ليه احنا بنستخدمها يا شباب؟ لان هي بتنشط الخلايا البشرة، بمعنى هي لما بيبقى فيه اي ديفكت في الجسم عموما، يعني زي جرح او اي اصابة، على طول بتوصل اشارة للمخ بان في جرح في المكان الفلاني، على طول بيروح ويرممه او يصلحه. تمام. عشان كده احنا بنستخدمها على البشرة، وفي كمان رولر على الشعر. واهم حاجة برضو ان احنا نبعد خالص عن منطقة العين. منطقة العين دي كلها نبعد عنها تماما. بعد كده هنعدي كده، يعني احنا عدينا كده، بعد كده هنعدي كده.
بعد ما عملنا بالطريقة دي هنعمل كده، يعني احنا عملنا كده وخلصنا، هنعمل كده. اهم حاجه كده احنا خلاص خلصنا. اهم حاجه لما نيجي نختارها نختار المقاس المناسب لبشرتنا. انا اخترت مقاس نص المناسب لاغلب البشره يعني، تمام، وطلعت مناسبه لبشرتي تماما. طيب اهم حاجه لما نيجي نستخدمها بحرص جدا، ما نضغطش جامد على بشرتنا. بنستخدمها عشان نجدد الخلايا، وزي ما قلت قبل كده ان حاجه المصابه في البشره زي ما انتم شايفين كده في احمرار في البشره، ده بيدي اشاره للمخ ان في يعني جرح هنا، او في اي حاجه غلط في البشره. فاحنا على طول بيرجع اشاره من المخ ان هو يرمم الحاجه اللي باظت دي. فاحنا كأن يعني جرحنا وشنا وهو هيجي يرمم براحته بقى. فبعد ما خلصنا الآلة دي، بعد ما خلصنا خالص هنرش عليها رشة 2 كده ونسيبها تنشف خالص خالص، وبعد كده نحطها في الباكت بتاعها عشان نحتفظ بيها وتبقى معقمة للمرة الجاية. بعد ما خلصنا خالص هنستخدم سيرم فيه هيالورونيك اسيد او فيتامين سي، ده مهم جدا، انا بعشق السيرم ده، تمام. هنستخدمه نسيبه ينشف تماما ونحط الكريم بعد كده هنستخدم الكريم اللي بعشقه هو كريم السيفز. انا يعني كل ما تخلص لازم اجيبه تاني. بصوا قوامه حلو جدا 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 ومناسب طبعا لبشرتي اهم حاجه. تمام، هناخد حته صغيره، هو العلبه زي ما شايفين مليانه. نحطه على بشرتنا. من الحاجات المهمه يا جماعه ان احنا قبل ما نعمل ده كله نغسل ايدينا كويس جدا، عشان احنا بنتعامل مع البشره طبعا خلاص هي حساسه تماما دلوقتي. كمان حاجه، احنا ما ينفعش نحط ميك اب نهائي لمده يومين مثلا. كمان ما ينفعش نخرج في الشمس او نحط اي كريم كده وخلاص. يعني خلاص احنا خلصنا. بكره ان شاء الله نصحى عادي الروتين بتاعنا، وان شاء الله هعمل لكم حلقه على الروتين. لكن ما نخرجش في الشمس، ما نحطش اي حاجه تلهب البشره. لو حصل اي قشور، اي التهاب، اي احمرار زي كده زي ما انتم شايفين، اي سخونيه على البشره، ده طبيعي جدا، ما نخافش من اي حاجه. وان شاء الله اكون افدتكم.